منذ تفجر نبع زمزم تحت قدمي إسماعيل عليه السلام، وهو لا يزال يتدفق ماء مباركا يروي به الحجاج ظمأهم ويلتمسون بركته من الله. لم يعد بإمكان الحجاج بلوغ مكان البئر الذي تظهره هذه الصور الأرشيفية، فأعدادهم الغفيرة حتمت إغلاق فوهته والاعتماد على صنابير لسقيا الحجيج أو وضع مائه في عبوات توزع على الأماكن التي يقصدونها. ومهما تغيرت وسائل الحصول على ماء زمزم فسره لا يتغير. يجمع المختصون أنه يختلف عن أي ماء في العالم، لدرجة حيرت عالما يابانيا ألف هذا الكتاب. ومن الغرائب الأشياء اللي هو سواها برضو العالم الياباني، إنه اعتقد أن وجود الأملاح في بئر زمزم هي يعني اللي تخليه يختلف عن المياه الأخرى، ولكن عندما وضع قطرة من ماء زمزم و100 قطرة من المياه العادية تحولت المياه العادية إلى زمزم، ثم حط قطرة و1000 قطرة من المياه العادية تحولت 1000 قطرة إلى زمزم. فالماء زمزم فيه طاقة تحول ولا يتحول. الدكتور كوشك كان ضمن فريق تمكن من النزول إلى أعماق البئر قبل 30 عاما لسبر أغوارها. لم نكن نعلم عمق البئر كم، وما كنا متخيل، لأن كان عمق البئر لما قسنا نحن كان 18 متر، فمن 18 متر إلى 30 متر ونص. في الآخر وجدنا القاع، والبئر ما هو رأسي، فيه ميل، الميل هذا في اتجاه الكعبة. عثر كوشك وفريقه على كثير من المقتنيات في داخل البئر تعرض في هذا المتحف لتبقى شاهدة على عصور قد خلت. ماء زمزم لما شرب له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يتسابق الحجاج إلى شربه، يدعون الله ما في أنفسهم، عل الله يستجيب دعاءهم وأن يفرج كرب المسلمين أجمعين ويوحد كلمتهم. تامر المدحال، الجزيرة، من بيت الله الحرام.